النهارده هنتكلم عن مجموعة من العضلات اللي موجودين في الرجل، واللي صراحة أنا بحبهم عشان هم مميزين بمميزات معينة، وليه بنقول عليهم سكند هارت هتعرفوا في آخر الفيديو. أول حاجة هم عبارة عن 3 عضلات موجودين في الرجل من ورا، وهما جاستروكنيميوس وسولياس وبلانتاريس، والعضلات دي هي اللي بتمثل المين بالك اللي بتحسه في رجلك من ورا. وبالنسبة بقى لوظيفتهم فهم يعتبروا العضلات الأساسية اللي بيخلوك تكون قادر على إنك تبني قدم رجلك بالطريقة دي. ده غير إن هما بيساعدوا على المشي، وكمان بيثبتوا رجلك وانت واقف، عشان كده هما يعتبروا من العضلات اللي عندها قدرة تحمل عالية جدا ومش بيتعبوا بسرعة. بس بصراحة اللي أنا جاي أتكلم عنه النهاردة إن العضلات دي بنعتبرها كسكند هارت، القلب التاني في جسمنا. وده ليه؟ لأن العضلات ديت بتشتغل كماسكولار بامب، لما بينقبضوا بيضغطوا على الأوردة اللي موجودة في الرجل، وبالتالي إنهم بيدفعوا الدم لفوق عكس اتجاه الجاذبية علشان الدم يرجع للقلب تاني. وبس كده.